فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل سعي الزعيم للمنافسة على بطولة كأس العالم للأندية 2025. ومن المقرر أن تقام منافسات مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 من يونيو حزيران و13 من يوليو تموز المقبلين. وقد ضمن الزعيم الهلالي مشاركته في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021 ليقع في مجموعة قوية تضم ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي. وينافس الفريق الأزرق هذا الموسم على بطولتين حتى الآن، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد. كما تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وضع نادي الهلال السعودي عددا من النجوم العالميين على طاولة المفاوضات لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد خوسيه فيليكس دياز خلال حديثه لبرنامج دورينا أن الهلال يمر بمرحلة غير مستقرة على مستوى الأداء والنتائج في الدوري، وهو ما دفع الإدارة إلى التخطيط لصفقات قوية تعيد التوازن للفريق وتلبي طموحات جماهيره. وتابع دياز: المصري محمد صلاح كان الهدف الأول للهلال في الفترة الماضية، لكن تجديد عقده مؤخرا مع ليفربول دفع الإدارة إلى تغيير خطتها والبحث عن بدائل كبرى، أبرزها البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، والبرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد. وأشار إلى أن مطالب وكيل أعمال رافائيل لياو مهاجم ميلان كانت مرتفعة للغاية، إذ طلب الحصول على 150 مليون يورو، ما أدى إلى استبعاده من قائمة المرشحين. كما أوضح أن تألق البرازيلي رافينيا هذا الموسم مع برشلونة رفع من قيمته السوقية، ما يجعل التعاقد معه صعبا في الوقت الحالي. وختم رئيس تحرير صحيفة ماركا حديثه قائلا: البلجيكي دي بروين يعد من أقرب الأسماء للانتقال إلى الهلال، خاصة مع وجود تأكيدات على رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم، لكن البرتغالي برونو فرنانديز يبقى الخيار الأول للنادي السعودي في ظل غموض مستقبله مع مانشستر يونايتد بعد موسم محبط على صعيد النتائج.